السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل طاجن رز معمر بالسمان. هنا معايا معلقه كبيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. هبدا اتبل بيهم السمان. طبعا لو حد مش محتاج الثوم ممكن يتشال من الوصفه خالص، ونعتمد على الفلفل الاسود. هي معلقه كبيره اللي انا تبلت بيها. هنا معايا الطاسه سخنه، بدات اضيف لها معلقتين كبار من الزيت وحوالي 3 معالق كبيره من الزبده الفلاحي، وهنا هبدا اشوحهم على كل الاتجاهات لحد ما بتستوي حوالي 50%. بمجرد ما بتستوي انا مش بضيف اي حاجة تانية. هنا بكون مجهزة الطاجن دهناه زبدة، وهبدأ اضيف له 2.5 كوب من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع، وبغلي اللبن في الوقت اللي انا بجهز فيه السمان، بشوح فيه السمان طبعا لحد ما بيستوي شوية لان مش بضيف مية له. هنا دي الخطوة بتاعة الطاجن، وهنا هنبدأ ان احنا ننشل السمان. هنا معايا معلقة كبيرة من الملح لان انا ما ضفتش ملح في التتبيلة، وهبدأ اضيف كل العصارة اللي خرجت من تشويح السمان. هبدأ اقلبها. بعد كده هضيف السمان. اهم خطوة ان انا هرفع الرز لفوق شوية، يعني انزل السمان لتحت وهبدأ اضيف الرز لفوق شوية. هنا معايا 2 كوباية من اللبن الحليب المغلي، ومعايا نص كوباية من المية المغلية لان مقدار الرز عندي مش بياخد مية كتير. هنا معايا لسه معلقتين من الزبدة هضيفهم، وفي الوقت ده انا مسخنه الفرن. هبدأ ان انا اديلهم وش، وفي نفس الوقت لغاية ما يستوي بيغلي، وبعد كده لما بيبدأ يتشرب السوائل بهدي عليه النار. هنا قدمته بالطريقة دي، وكان معاه بطاطس عاملاها طاجن برضو ني في ني. هنا قدمته بالشكل ده، وصفة لذيذة مش بتاخد وقت. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.